فانا في سوق العبور في مصر. تيجي اما اخدكم لفه في سوق روما اللي هو اسمه سوق المصريين، واوريكم اي واحد بيطلع من مركب لسه جاي يجري غير شرعيه بيجي يشتغل فين وبيشتغل ازاي. خليكم معايا. واول حاجه دي وكاله الحاجه نوسه شغال فيها طبعا المعلم نيمو الراجل اللي عامل هنا وكاله البطاطس. وده بقى طبعا السوق زي ما انتم شايفين. ولو انت لسه جاي من مصر وتيجي هنا ايطاليا بتلم بدانات خشب وبنوس زي ده وبتحمل. ولو ربنا كرمك واستلمت ورقه تشتغل مع علاء في وكاله الحاج كوكي. حاج كوكي في مصر، دي وكاله واحد مصري يا جدعان هنا في السوق بتبيع خضار وفاكهه. وانا اول ما دخلت ايطاليا واول مكان اشتغلت فيه اشتغلت على زي ده، كنت بحمل العربيات. واول ما بدات كنت بلم خشب زي ده كده، الم واصلحه وابيع الواحده بجنيه. كنا اول ما بدينا كان ممكن كل واحد فينا يعمل فينا 10 جنيه 15 جنيه بس عشان ناكلها بالحلال. تنينا شغالنا في السوق ده لحد ما ربنا كرمنا، ويوم عن يوم بتتعرف ويوم عن يوم بتشتغل، واشتغلنا في وكايل وفتحنا محلات. فاي حد جاي جديد روما بيجي يشتغل هنا زينا كده على الرصيف، ولما ربنا يكرمك بورق بتشتغل في وكاله زي دي كده. فطبعا حب ما تعمل عشان ما عادش في شغل.